لزيادة الوزن، أول حاجة إنك تغير أفكارك. تغير فكرتك إن الدايت حرمان وتبطل تعمل دايت قاسي. وتغير فكرة العقاب اللي بعد كل مرة بتاكل فيها وجبة دسمة أو عالية السعرات تصوم أو تبطل أكل. والصح إننا بعد الوجبة دي نكمل يومنا ووجباتنا الصحية عادي خالص. كمان تغير فكرة الاستعجال في نزول الوزن. خد وقتك، زي ما بقالك 10 أو 20 سنة بتكون في الوزن ده، فادي نفسك فرصة 6 شهور أو سنة عشان تنزل الوزن ده. تاني حاجة تغير وجباتك، إن كل وجبة يكون فيها بروتين وخضروات، ونص نشوياتك تكون من الحبوب الكاملة. تالت حاجة تغير عاداتك بالتدريج، يعني لو بتشرب مشروبات غازية أو عصير مع الأكل تبتدي تغيرها لمشروبات دايت، وبعد كده تقلل الكمية لغاية ما توصل إنك تشرب مع الأكل مية بس إذا احتجت. وتبقى عارف إن العادات بتحتاج مش أقل من 3 شهور أو أكتر عشان تتكون. رابع حاجة تغير رياضتك، يعني بدل ما تمشي نص ساعة وقت ما بتحب تنزل وزنك وباقي اليوم بتفضل قاعد في مكانك، فالأولى إنك تزود حركتك طول اليوم. ترجع تروح مشاويرك القريبة على رجليك، تركن سيارتك بعيد عن المكان اللي انت رايحه، واللي يقدر يطلع السلم يطلعه. وكمان نحاول نلعب تمارين مقاومة مرتين في الأسبوع من اليوتيوب، فكده هتزود عضلاتك وتحسن الحرق وما تثبتش في الوزن.